من مكتب طلة الفني، تعال اقولك على شوية نصايح تبوظ بيها شقتك. نصايح النهارده هنقولك ازاي تبوظ بيها اضاءة شقتك. اول حاجة احنا عارفين ان كل اوضة بيكون ليها غرض معين، يعني اوضة النوم محتاجة اضاءة وورم هادية ومريحة تساعد على الاسترخاء، والمطبخ محتاج اضاءة كول قوية تساعد على التركيز، اما الليفينج روم بيحتاج اضاءة مرنة عشان تتناسب مع الانشطة الكتير، واكيد الحمام محتاج اضاءة مشرقة ومنتشرة. احنا بقى مش هنعمل ده، احنا هنغير ونشقلب كل ده. هتسألني ازاي؟ تعال اقولك. اولا كده قبل التاسيس المهندس الفني مش هيدرس معاك التوزيع الوظيفي لفراغات شقتك، وبالتالي لا هيعرف يحدد غرض كل اوضه ولا هيوزع اضاءته صح. اما بقى في التاسيس نفسه وقت توزيع سويتشات الاضاءه ممكن مثلا يوصلها على سويتشات المروحه، واحنا مش ملتزمين باللوحات بقى، يعني كده الرسومات التنفيذيه ولوحات الكهرباء هي اللي بتضمن لي توزيع الاضاءه وتحديد اماكن المفاتيح ووحدات الاضاءه. بالظبط كده. بعد ما بوظنا التوزيع الوظيفي للاضاءه نيجي بقى للجزء الجمالي اللي هو انواع واشكال الاضاءه. يعني عندك الاضاءه العامه المباشره زي النجف، وفي الاضاءات اللي بتخدم غرض معين زي الاباجورات، وفي برضو الاضاءات المميزه زي الكوف لايت والهيدن لايت. كل انواع الاضاءات دي بقى ممكن بكل سهوله ما تخدمش التصميم بتاعك لو ما عملتش توازن بينها وبين الاضاءه الطبيعيه. ولو عايز تبوظها اكتر ما تتفقش مع الفني ولا مهندس المشتريات على تركيب الستاير والبلاك اوت المناسبه اللي هتتحكم لك بكميه الضوء اللي هتدخل الاوضه. وبالنسبه للسمارت سيستمز الحديثه دي فلا، مش مهم خالص. وبس كده انا ضمنت لك انك هتبوظ شقتك. لو عجبتك النصايح دي اوعى تعمل زيها، بس ما تنساش مع طلة لسه في امل. تواصل معانا دلوقتي وهنوصلك لجودة تشطيب بيت احلامك وانت في مكانك. ما تنساش اللايك والفولو وتابعنا في اللي جاي.